تعرف ان هيسوكا ام جون؟ كسبت. تعرف ان سبيس تون كانت في بداية تعاملها كانت بتغير في حاجات في قصة الانمي نفسه بحيث انها تتناسب معانا. فسبيس تون بقى لما جت من دبلجة هانتر قناص زمان كانت مدبلجاه على ان هيسوكا هو فعلا يكون ابو جون، كانت عامله النظام ده ان هو من خلال القصه بدل ما يطلع هيسوكا مهتم بيه عشان اشياء اخرى، كانت عامله انه مهتم بيه عشان بيحبه فعلا وعايز يشوف تطوره، وفضلت تكمل في النهج ده لحد ما وصلت ان هي لما كانت بتجيب ذكريات عن ابو جون زمان كانت بتجيب نفس مؤدي الصوت يعمل نفس الصوت بتاع ابو جون. وأخيرا صرت صيادا محترفا. دعني أوجه إليك سؤالا، هل ترغب في لقائي؟ ألم أقل لك الحذر ضروري جدا يا جون، لم يكن استعدادك للنزال كافيا. وفضلت مكمله على كده لحد في نهايه الجزء الاول في انمي القناص على سبيس تون، جابت ان جون كلم ابوه وابوه تواصل معاه، وابوه قال له ان انا كنت متابعك طول رحلتك وكنت في كل مكان انت بتروحه كنت موجود معاك، وده ما انطبقش على حد غير هيسوكا. وجاب في نهايه الكلام ان هو بيكلمه في الرسائل على التليفون بتاعه، جابه هيسوكا وهو ماسك الموبايل وهو بيبعت له رساله وبيقفلها معاه. دي كانت تحويره من سبيس تون عشان تثبت ان هيسوكا موجود. امي ابني. طبعا ديت كانت حاجه كانت كل الناس كانت استنتجتها في الوقت ده، واكتشفنا بعد كده في اول حلقه في اول دقيقه النسخه الياباني بقى ان هيسوكا ما ينفعش يبقى ابو جون خالص. بعد كده بدأت تطلع موضوع ان هيسوكا ده يبقى ام جون، وبدأت تبقى حاجه كوميديه ونضحك عليه.